بدك تسافر بالزمن وترجع أكثر من 1000 سنة لورا، وبدك ترجع تركب الجمال والبغال والحمير، وبدك ترجع تعيش بخيمة في أحد الصحاري، وبدك ترجع تعيش في عصور الجهل والتخلف والرجعية والسذاجة، وبدك تنفصل عن الواقع وعن العصر وعن الحداثة وعن التكنولوجيا وعن العالم، فقط اسمع إلى هذا الرجل. وما الحل برأيكم إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر عند المرأة وتؤثر على منظرها الجمالي؟ يعني رسالة للنساء، والله أنتم حلوين والله العظيم. يعني ما حكم حلق شعر اللحية المتطاير من على الجوانب؟ فلا بأس إن شاء الله تعالى. كفت الثياب، يسأل عن كفت الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثياب في الصلاة، حتى تسجد معك ثيابك في الصلاة. إذا كان كفسة واحدة، هذه نص واحدة هذه إن شاء الله لا بأس بها، كما كان يفتي بها شيخنا ابن عثيمين. أما إذا كان كفت الثياب اللي هو رفع الثياب إلى فوق هذا مكروه. نعم. يقول: ما هي المشية التي يبغضها الله؟ مشية المتكبر. التكبر كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه مشية التكبر هي التي يبغضها الله تبارك وتعالى. النمص هو أخذ الحاجب، أخذ الحاجب سواء أخذه بنتف أو قص، هو أخذ الحاجب، فلا يجوز لا أخذه بالقص ولا أخذه بالنتف. ونتف الإبط ويستحب نتفه، ولكن إذا حلقه بطريقة أخرى أو قصه بالمقص فلا بأس إن شاء الله. لا أرى أن هذا مناسب أبدا، أن المرأة تخرج في التلفزيون لتلقي الدروس العلمية. الحمد لله الرجال فيهم كفاية. ما حكم لبس النعال؟ يقول: حكم لعب الشطرنج على الهاتف، لكن مشكلة الشطرنج وجود التماثيل، تماثيل اللي هو ملك ووزير وحصان وبعد شنو، هذه التماثيل هي المحرمة. طيب، فإذا كان بدون هذه التماثيل أبدلت هذه التماثيل زين أو قطعت رؤوسها. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا. أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فوجد ريحها إنسان فهي كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زانية، يعني عليها إثم الزانية والعياذ بالله أو قريب من ذلك. هل يجوز أخذ مادة تدرس بها امرأة؟ والله الأصل لا تأخذ مادة تدرس فيها امرأة حتى لا تضطر إلى النظر إليها. طيب، لكن إذا كنت مضطر إلى هذه المادة أو كانت محجبة ولا تنظر إليها أنت فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. السائل يقول: هناك بعض المقاطع تحتوي على موسيقى وأنا لا أريد أن أسمع الموسيقى، إنما أريد المحتوى الذي بالمقطع، هل علي إثم إذا شاهدت مثل هذه المقاطع؟ إذا كانت القضية قضية مشاهدة وتخفض صوت الموسيقى فلا بأس إن شاء الله. هبت رياح عاصفة على الأيادي خاطفة، هبت رياح عاصفة على الأيادي خاطفة، واقتلعت جذورها مع السيول جارفة، واقتلعت جذورها مع. أما إذا كانت سماعا تبي تسمع هذا المقطع مثلا وداخلته الموسيقى، إذا كان هذا المقطع مهما فإن شاء الله لا بأس إذا كنت محتاجا إليه ولا تجده بغير هذه الموسيقى.